ايه اللي هيحصل لو بطلنا ناكل سكر؟ انا بتكلم هنا على حاجه ريليتد بالبشره والشعر، ماليش دعوه خالص بالاجهزه الهضميه والكلام ده، انا مش دكتوره تغذيه. بس بعد كميه الابحاث اللي قريتها وبعد كميه الفيديوز اللي شفتها لدكاتره كتير، عرفت ان السكر هو عامل اساسي في حاجتين. اول حاجه بيقلل من فاعليه جهاز المناعه لدرجه ان في ناس بتقول ان مجرد ما اخدنا معلقه سكر جهاز المناعه قل 50% من الجوده بتاعته. تاني حاجه وهو تكسير البروتين اللي موجود في الانسجه الضامه زي البشره والجلد والمفاصل اللي هو الكولاجين، وده يعتبر واحد من اهم البروتينات الموجوده في الجسم، واللي احنا كبنات بنسعى ان هو ما يقلش ويفضل دايما في زياده، مع العلم ان بعد ال 25 سنه هو بيقل كل سنه 1% عن المعدل الطبيعي بتاعه. بما اني عرفت ان السكر واحد من اللي بيكسروا الكولاجين وبيقللوا جهاز المناعه، عرفت برضو ان فيتامين سي من غيره لا المناعه ولا الكولاجين بيشتغل. الكولاجين في الجسم بيبقى موجود ما بيتحركش الا لو دخلنا له كميه محترمه من فيتامين سي. نفس الكلام على جهاز المناعه، حتى دايما يقول لك لما يجي لك برد وقوي جيشك بفيتامين سي.